الجوية يحافظ على الصدارة كابتن، مبارك إليك على حساب نوروز وفاز بهدفين. الكلمة إليك، تفضل. أول شيء مبروك القوة الجوية ومبروك الجمهور القوة الجوية والإدارة والكادر التدريبي واللاعبين على هذه النتائج الجيدة، خاصة بالمباراة الأخيرة يعني بصراحة. واحنا نشوف الفريق يعني متصدر، هذا ما يدل على أن الفريق شوية بدأ يستقر يعني بالمستوى. زين، عاجبك الجوية كأداء فني بالمباريات؟ يعني بعض المباريات الاداء يغيب يعني، ولكن تبقى هي النتيجه. وانت تشوف يعني يمكن اغلب الفرق هي تفكر بالنتائج ما تتفكر بالاداء. حلوه الصداره؟ طبعا شيء اكيد، احنا الجويه متعودين على الصداره يعني، حتى سابقا يعني يمكن تذكر الكابتن حيدر يعني الجويه زوراء طلبه شرطه يعني، هذه الفرق هي تحب يعني الصداره، تحب الفوز بالبطوله درع الدوري يعني، فشيء مهم. راح نشوف الجويه بطل الدوري هذا الموسم؟ اعتقد الجويه منافس قوي بهذا الموسم، يعني يمكن من خلال تصدر هذا الدور وتصدر للدوري اعتقد راح يتمسك بالصداره. وانت تعرف يعني يمكن هي صداره، ويعرف كابتن حيدر لازم انت تفوز على المنافس مالك، وكل ما انت تخسر كل ما تبتعد عن الدوري. فلذلك كل المباراه انا يمكن اعتقد دائما المدرب رشيد جابر انه يصرح انه الدوري طويل. صحيح هو الدوري طويل، ولكن الخساره تبعدك عن الدوري. كل ما انت تفوز على المنافس مالك، يعني تفوز على الطلبه، على الزوراء، على الشرطه، على هاي، انت تبتعد تاخذ الدوري. وعليك ان تفوز كل المباريات المتبقيه، لان تعرف انت استاذ علي النتائج كلها متقاربه. يعني اليوم الدوري يختلف بصراحه، يعني الدوري مو مثل الدوري المواسم السابقه. يعني اذا نشاهد 6 فرق الى 7 فرق الى 8 فرق متقاربه حتى متقاربه احيانا بالاداء، ومتقاربه ايضا النقاط. يعني النقاط انت تعرف اليوم المتصدر اللي هو القوة الجوية 40 نقطة، ويجي الشرطة 35 عنده لعبة مؤجلة، والقرمة 34 نقطة، يعني فرق 6 نقاط، فرق 3 نقاط. هذا الفرق يعني حتى بين الفرق بين السابع 8 نقاط و7 نقاط و6 نقاط. اعتقد اليوم اللي يريد يتمسك بالصدارة عليه ان يفوز على الفرق اللي يتنافسه. اليوم الشرطة لعب مباراة غد وفاز وعندهم